السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وسعادة. ان شاء الله النهاردة هنعمل كده حلويات سريعة من غير ولا فرن ولا دقيق. حلوياتنا نختم بيها السنة ان شاء الله، ونبدأ بقى سنة جديدة. ربنا يجعلها سنة سعيدة علينا وعليكم، ونشوف فيها كل خير. يلا بينا عشان نشوف وصفتنا الحلوة دي بدأناها ازاي وعملناها ازاي. هنبدأ ونقول بسم الله. عندي كده في الطبق بتاعي هجيب حوالي 7 بكاوي من بسكوت ميري. انا اخترت بسكوت ميري بالذات لان هو بيبقى مش مسكر قوي، يعني السكر فيه معتدل وبيبقى حلو كمان في الوصفات دي. بدأت ان انا افضي الاكياس كده كلها في الطبق بتاعي، وبعد كده هجيب بقى الكبة بتاعتي وابدأ ان انا افرم البسكويت لحد ما يبقى ناعم جدا معايا. وبعد ما فرمته ناعم جدا هبدأ ان انا اجيب بقى الطبق تاني وافضي فيه كل كمية البسكوت اللي عندي. بصوا البسكوت ناعم جدا معايا اهو، مفيهوش اي قطع خالص. وبعد كده هجيب بقى معلقتين كده كبار من السكر البودر وهضيفهم على البسكوت، وعليهم كمان 3 معالق من الكاكاو الخام. طبعا الكاكاو الخام مفيهوش سكر خالص، يعني عشان احنا كده كده حاطين سكر. هنحط 3 معالق كده كبار، وعليهم كمان نحط حوالي بصوا زي ما انتم شايفين ربع كوباية من السمنة انا مسيحاها. ضفت اهو المكونات، وطبعا برضو نفس المقدار، يعني ربع كوباية برضو من الحليب. الحليب المفروض يكون ازيد من كده، بس انا قلت اقلب الاول وبعد كده اشوف لو حسيت ان المكونات محتاجة لبن تاني هزود يعني. بدأت ان انا اقلبهم كده بالمعلقة لحد ما يتجانسوا كويس قوي مع بعض. طيب طبعا زي ما انتم شايفين هي العجينة محتاجة شوية من الحليب، نزلت عليها شوية حليب تاني علشان تتماسك مع بعضها. يعني يعتبر كده الكمية دي اخدت معايا حوالي نص كوباية كده من الحليب، وهقلبهم كويس جدا مع بعض لحد ما كل المكونات تتجانس مع بعضها كويس جدا، وتكون لي زي معجون كده او عجينة كده زي ما انتم شايفين. كده خلاص خلصت العجينة التحلية بتاعتي يعني. نجيب بعد كده ورقة زبدة كده ونفردها، ونبدأ ان احنا نصب بقى كل المكونات اللي عندي. هوزعها كده في ورقة الزبدة علشان اعرف ان انا الفها عليه. هبدأ ان انا اسويها كده واوزعها كويس بالطول كده على ورقة الزبدة عشان تكون متساوية في الحجم يعني. وهبدأ ان انا اسويها برضو بورقة الزبدة كده لحد ما تتساوى من الجوانب كلها وتبقى سمك واحد ورفع واحد يعني. وفي الاخر هلفها كويس قوي كده زي ما انتم شايفين. بصوا تساوت خالص اهي. وهبدأ ان انا الفها وابرمها كده كويس واقفلها بقى من الجوانب كويس جدا. وبعد كده هندخلها على الفريزر على طول، هتقعد حوالي يوم كامل. وهكون محضرة في الوقت ده الشوكولاتة، سيحتها على بخار مية كده وقطعة زبدة لحد ما بقت بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. وبعد ما خرجنا الحلوى بتاعتي كده من الفريزر طلعتها. بصوا طبعا جمدت خالص اهي، وهي عايزه اقول لكم وهي متلجه تبداوا ان انتوا تقطعوها، هتتقطع معاكم ما تقلقوش، مش هتبقى جامده قوي يعني ولا حاجه. اهي زي ما انتوا شايفين بصوا تماسكت وخدت طبعا القوام اللي انا لفتها عليه. وهبدا ان انا اقطعها كده. بصوا اقطعها قطع كده، يعني القطع دي طبعا والاحجام حسب ما انتي تحبي. عايزه قطع ارفع من كده ماشي، عايزه اتخن اللي انتي عاوزاه. طبعا هبدا ان انا اقطعها كلها بنفس الطريقه كده. وبعد ما قطعنا كل الكميه كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده طبعا متماسكه جدا، مفيش حاجه سايحه معايا. جبنا صوص الشوكولاته وهنبدا ان احنا نزينها بقى بصوص الشوكولاته. هبدا ان انا اغمسها كده في الصوص طبعا من الجوانب ومن فوق كده لحد ما تاخد يعني كفر حلو كده من الصوص من على الوش. طبعا كل الكميه هعمل فيها نفس الطريقه. وبعد كده كنت محضرة بشر من الشوكولاتة البيضة علشان تزيين الوش يعني بتاع الحلوى بتاعتي، وكمان فارماسي بني وفارماسي الوان. هبدأ ان انا ارش كده بشر الشوكولاتة على وش الحلوى بتاعتي كده،
وكمان الفارماسي البني هبدأ ان انا احطه، والفارماسي الالوان. وبكده خلاص الوصفة بتاعتنا يعني يعتبر كده خلاص هي جاهزة للاكل. عايزة اقول لكم ما كانتش مكلفة خالص ولا اخدت مني وقت خالص، هي دوك بس فترة الفريزر اللي هي اتحطت فيها وخلاص كده خلصت معانا. ويعني عايزة اقول لكم حاجة حلوة وموفرة في نفس الوقت، طعمها حلو جدا. بصوا شكلها تحفة اللهم بارك. دي كانت حلوياتنا النهاردة، سهلة جدا وسريعة واقتصادية كمان. يا ريت تجربيها وتقولي ان شاء الله رأيك فيها. دي كانت وصفتنا، يا رب تعجبكم. يا ريت بقى ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم الفيديو اللي جاي ان شاء الله. واشوفكم على خير، والسلام عليكم.